ريفاني كيك أو كيكة الرواني، كيكة البسبوسة اللي بتجمع ما بين الكيكة والبسبوسة في وصفة واحدة. هنعملها بطريقة سهلة ولذيذة، مفيش أسهل من كده ولا أخف من كده. كيكة هشة وخطيرة هنعملها النهاردة. تقدري تستخدمي الخلاط أو المضرب الكهربائي في الوصفة، أو حتى تستخدمي المضرب اليدوي. برضو نقدر نعملها بنكهتين، نقدر نعملها بالبرتقال أو بجوز الهند. أنا النهاردة عملتها بفانيليا البرتقال، تقدروا تعملوها بجوز الهند أو أي نكهة بتحبوها. كيكة لذيذة جدا، أتمنى تجربوها. ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. أول حاجة هنعمل الشربات اللي هنسقي بيه الكيكة. كوبايتين سكر عليهم كوباية ونص مية، هنسيبهم لما يغلوا ونقلب السكر ونتأكد انه داب تماما. هنعصر عليه نص ليمونة، وكمان ننزل بنقطتين فانيليا علشان يديله نكهة جميلة. بعدها ب5 دقايق أو 7 دقايق هنقفل عليه وهنسيبه يبرد. هنا عندنا 3 بيضات كبار أو 4 متوسطين بدرجة حرارة الغرفة. هنزل عليهم بكيس فانيليا عادية أو بطعم البرتقال، طبعا دي اللي تحبوه. هنضرب البيض لحد ما يعمل فوم كده، وبعدين هننزل عليه بنص كوباية سكر ونص كوباية زيت على زبدة. تقدروا تستغنوا عن الزبدة وتخلوا المقدار زيت بس. بعد كده هننزل بنص كوباية حليب او 120 جرام زبادي، او ممكن يبقى حليب على زبادي اللي برضو تحبوه. بس بعد كده هنخفقهم ونحضر المقادير الجافة عندي. هنا حطيت كوباية وربع دقيق ابيض وكوباية الا ربع سميد بسبوسة، عليهم معلقة ونص صغيرة بيكنج باودر ورشة ملح. نقلب المكونات الجافة مع بعض كويس علشان نتأكد ان كل المكونات اختلطت حلو مع بعض، وننزل بنص المقدار على خليط البيض ونقلبهم علشان برضو يتخلط كويس، وبعدين انزل ببقية مقدار الدقيق. كده الكيكة عندي بقت جاهزة. هنحضر القالب اللي هنحط فيه الكيكة، ندهنه زيت ونديله رشة دقيق علشان الكيكة متلزقش قوي في القالب بتاعنا. بعد كده هندخله في فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180. الكيكة بتاخد معايا من نص ساعة لساعة الا ربع في التسوية. طبعا بنختبرها الأول قبل ما نطلعها، نتأكد ان هي استوت بخلة خشب او بسكين. وبس كده، بالهنا والشفا. بعد ما تطلع معانا الكيكة من الفرن هنسقيها بالعسل بتاعنا وهتكون جاهزة عندنا للتقديم. لو وصلتوا معايا لحد هنا اتمنى تعملوا سبسكرايب للقناة علشان اقدر انزل لكم واقدم لكم وصفات اكتر، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو.